الليلة ليلة هنا وسرور وكوبايات ثواني بنزور ضربة ورد طب واحد اتنين طب واحد مساء الخير. لو انت متابع اخبار النادي الاسماعيلي فالسطرين اللي هقولهم كمان شويه دول مش هيلزموك، بس انت لو مش متابع اخبار النادي الاسماعيلي فانا عايز اقول لك ان النادي الاسماعيلي اتعاقد مع محمد زيكا نجم المقاولين العرب في الموسم اللي فات، وبعديها بايام تم اعلان شوقي غريب مدير فني جديد للنادي الاسماعيلي خلفا لمحمد وهبه اللي مشي بطريقه مش ولا بد. يا دين النبي الحلاوه دي. طبعا احنا محتاجين حلقات طويله عريضه عشان نحلل اللي حصل مع الكابتن محمد وهبه، بس مش مشكله. يلا هم هيروحوا من ربنا فين؟ احنا النهارده يا جماعه هنتكلم عن الدراويش الجديد، او بمعنى اصح مشروع الدراويش. في كل نادي كبير بيبقى في حاجه اسمها مشروع النادي، المشروع ده بيبدا مع قدوم مدرب جديد او مع قدوم فكر جديد للنادي. المشروع ده اتطبق في ريال مدريد، واللي ماسك المشروع بتاع ريال مدريد الجديد دلوقتي زين الدين زيدان، طبق في برشلونه، واللي ماسك المشروع بتاع برشلونه هو تاتا مارتينو، طبق في الاهلي، طبق في الزمالك. بس هل بيطبق في الاسماعيلي؟ ولو بيطبق في الاسماعيلي انا عايز اسالكم سؤال بسيط جدا، هو مين اللي ماسك المشروع بتاع النادي الاسماعيلي الجديد؟ ولا انا كمان على فكره عارف. اهم ملامح اي مشروع جديد في اي فريق بيبقى ملمحين، الملمح الاولاني بيبقى المدير الفني. المدير الفني الجديد هو شوقي غريب. شوقي غريب مدرب عنده 54 سنه. على مستوى اللعب شوقي غريب كان لاعب رائع جدا في غزل المحله، وكان من احسن خطوط المنتصف في الدوري المصري كله ويمكن على تاريخ مصر. تقدروا تقولوا في وقت شوقي غريب المحله كانت فريق جامد. تدريبيا الكابتن شوقي غريب بدأ مسيرته التدريبيه بانجاز ما حدش حققه لغايه دلوقتي في تاريخ مصر، وهو انه ياخد اول ميداليه في تاريخ كل المنتخبات المصريه ما عدا المنتخبات العسكريه اللي ياخد ميداليه برونزيه في كاس عالم، وده كان سنه 2001 مع جيل تاريخي. استنى، كابتن شوقي غريب في التوقيت ده لعب معاه الكابتن محمد صبحي كمدير فني، وكابتن محمد صبحي ما لعبش تحت ايد الكابتن شوقي غريب كمدير فني مش مدرب عام من ساعتها. يا عبد الصمد. كابتن شوقي غريب بعد موسم 2001 اتدرج شويه في المنتخبات، وصل لغايه انه بقى مع المنتخب الاول مع كابتن حسن شحاته. تقدروا تقولوا كان دراعه اليمين في جهاز حقق انجازات تاريخيه، 3 بطولات افريقيا ورا بعض، بس للاسف ما عرفوش يصعدوا ولا كاس عالم. انا كده بدات اتوغوش. كابتن شوقي الموسم اللي فات اللي اتلغى كان معاه فريق اسمه سموحه. الفريق ده كان بيتوصف من كل الناس في الاعلام ان هو فريق مرعب، يمكن مرعب اكتر من الاهلي، وده مش بسبب اي حاجه الا بسبب الصفقات والاسامي الكبيره اللي جابها اللي كانت بتتسمى بمنتخب سموحه. طبعا محمد فرج عامر جاب الاسامي دي كلها وفعلا نافس على صداره المجموعه، بس نافس من تحت. يا لوزر يا لوزر. طبعا خيبه الامل بتاعت الموسم اللي فات وانه يبقى تحت انبي حتى تبعها خيبه امل اكبر بانه اتعلم عليه من القناه في الكاس. اخلاقيا الكابتن شوقي غريب مفيش عليه اي غبار، الكابتن شوقي غريب يعتبر من اكتر الناس المحترمه اللي ممكن تشوفهم في حياتك في الملاعب المصريه. فنيا يمكن الكابتن شوقي غريب بيعتمد اكتر على لعبه في المنتخبات، وهو ده اللي ظهره وهو ده اللي خلاه يتشهر. بس على مستوى الانديه هو جرب تجربه واحده بس مع سموحه وفشل، عشان كده كابتن شوقي غريب هيبقى بيحاول يثبت نفسه اكتر واكتر مع نادي الاسماعيلي. ماديا اعتقد انه لغايه دلوقتي الاخبار اللي وصلنا ان كابتن شوقي غريب هيأجل لمده 3 شهور مرتبه مراعاه لظروف البلد ومراعاه لظروف الاسماعيلي، بس مش عارفين بعدها كابتن شوقي غريب ممكن يعمل ايه، ودي حاجه ممكن تخلي الناس كلها تحترمه سواء من جماهير الاسماعيلي او حتى من اداره الاسماعيلي. الملخص، كابتن شوقي غريب مدرب لسه بيحاول يثبت نفسه على مستوى الانديه مش على مستوى المنتخبات، وسعره كويس بالنسبه لاداره النادي الاسماعيلي دلوقتي ومتهاون معاهم ماديا، بس بعد كده ما نضمنش ايه اللي هيحصل، واحنا من هنا بنتمنى للكابتن شوقي غريب يا رب تكمل مده عقدك. نيجي بقى للجزء الاخر من اي مشروع جديد للنادي وهو اللاعبين. وبما ان احنا بنتكلم عن اللاعبين فلازم نتكلم عن الصفقه اللي تعتبر من اهم الصفقات بتاعه الاسماعيلي الموسم ده، وده مش لاي حاجه غير لثمنها ولان الاهلي دخل فيها، وهي صفقه محمد شعبان الشهير بزيكا. محمد شعبان او محمد زيكا لاعب اشترى النادي الاسماعيلي على حساب النادي الاهلي، وكلمه النادي الاهلي دي هي اللي خلت فيه هاله، لا مش هاله دي، في هاله اعلاميه حوالين راسه طول ما هو في الملعب وطول ما هو في التدريبات، وخلته من اغلى الصفقات اللي جت من بره النادي الاسماعيلي للاسماعيلي ان لم تكن الاغلى. زيكا سنه صغير ومركزه المفروض ان هو صانع للعب وساعات يحرز اهداف. زيكا حتى الان اتمرن مع الدراويش لايام معدوده، يوم استقباله كان في جماهير كتيره جدا بتشجعه في الاستاد، وده شيء طبيعي، بس اللي مش طبيعي ان كل مره بيبقى في نفس الجماهير كتيره جدا جايه تشجع زيكا. بس بعيدا عن اي حاجه احصائيه او فنيه، زيكا يعتبر لاعب رائع
وسنه صغير وهداف كمان، وده مفيد جدا للنادي الاسماعيلي في الفتره الجايه. بس احنا لغايه دلوقتي كل اللي شفناه من زيكا نص موسم ما كملش. رساله من الكره لونها اصفر للجماهير، يا ريت نبطل النفخ شويه في اللعيب ده بالذات، علشان ما يبقاش زي لعيبه كتيره جدا جت وبعد اول تمرين ليها اعتبرت نفسها نجوم ومشيوا وهم سايبين لنا صباع الاحتجاج. ده كان كلامنا على اهم حاجتين في مشروع النادي الاسماعيلي الجديد. النادي الاسماعيلي الجديد اللي احنا عايزينه ينتقل من مرحله ما تجوش تكلموني انا ما عنديش موارد ومفيش اداره ومفيش فلوس ومفيش داعي، للمرحله بتاعت انا هاخد بطوله عشان الناس دي اهلي واخواتي وحبايبي وانا نفسي ارسم بسمه على عينيهم. معلومه للجمهور اللي مش متابع قوي او اللي ما دخلش الاستاد من ساعه ما الدوري اللي فات اتلغى، زي ما في ناس في النادي الاسماعيلي بيشتغلوا على مشروع اسماعيلي جديد، اسماعيلي يحقق بطولات، اسماعيلي يفرح جماهيره، في ناس ثانيه بتعمل بجهد مستميت عشان اسماعيلي يفضل زي ما كان في اخر 10 سنين، عشان هم يمكن مستفيدين من ده شويه. السؤال، عمرك شفت سفالة أكتر من كده؟ ورسالتنا ليكم، الكيان ده عمره ما هيقع طول ما وراه جماهير بتحضر التمارين، بتشوف ايه اللي بيحصل في الاداره وبتشوف ايه اللي بيحصل حوالين النادي، لان طول ما الجماهير موجوده بالشكل ده الإسماعيلية جمهورية برازيل الكورة المصرية هنعيش نقول مش على طول عمر ما حد هيقدر يخدش النادي الاسماعيلي. لو عجبكم كلامي شيروه، اشوفكم يوم الخميس الجاي باذن الرحمن.